اصبر اصبر. كم يجب على الرجل أن ينفق على امرأته في الملبس؟ من الملبس، في السكن، في الإطعام، هذه الأشياء التي تجب على الزوج. الملبس والسكن والإطعام. وأما البدعة الجديدة اليوم اللي طلعت أنه يعطيها راتب شهري، هذا إن فعل هذا من إحسانه، لكنه لا يجب عليه، ولا يجوز للنساء أن يطالبن بهذا، بل بعض النساء تطلب الطلاق لأنه ما يعطيها معاش شهري، وهذا غير صحيح وغير ملزم الزوج بهذا. الزوج ملزم بالنفقة، إطعام، سكن، وكسوة، ملبس، هذا فقط الذي يجب على الزوج، يتقي الله فيها. إن أعطاها شهريا هذا كرم منه ولا يلزمه ذلك. أم كم يعطيها لتلبس، كم يعطيها والله عندي رأي، ورأي غريب. هل أقولها أم أسكت؟ هل أقول رأيي أم أسكت؟ والله عندي رأي في هذه المسألة. أعتقد أن فهد سال يحتاج إلى أن يزور طبيب. فهد سال ليست عنده مشكلة، لا مع الدين، لا مع المرأة، لا مع شيء. مشكلة فهد سال ليست مع النساء وليست مع المجتمع، بل مشكلته مع نفسه. أتوقع أنه شخصية تجنبية، يعني يريد أن يبقى وحده، فيوهم نفسه بأنه يريد الزواج، ولكن المجتمع وغيرها وعنده معايير ولا تتلبى المعايير. نعم، هو في لا وعيه يبحث عن الأعذار. فمشاهدته ممتازة، يعني فهد سال ما شاء الله الرجل محبوب. أي امرأة ذهب ليخطبها سوف تقبل به، 90% من النساء سوف يقبلون به. يعني واضح، سأقول لكم حتى أنه واضح أنه إنسان كريم ليس بخيل. يعني إذا كان متزوج سيدلع زوجته وكل شيء، ولكن هو أصلا لا يريد الزواج. هو أصلا فهمتموني، عنده مشكلة نفسية، والله أعلم، لأن هذا هو تحليل. الرجل يجني ما شاء الله آلاف الدولارات شهريا، قادر على أن يعدد وليس يتزوج بواحدة، فيسكت ضميره ويفتح هذه المواضيع. فهمتموني؟ والله أعلم، والله أعلم. يعني هناك مقطع آخر له، اصبروا نراه. احد زواج انا ممكن انزل السعوديه الاسبوع ده ولا اللي بعده، خلاص بشوف لي بنت الحلال ونكمل. يعني انا توقعت موضوع النفقه صعب، طلع والله في ناس قاعدين يستغلوني يا ولد. ايوه، اوف، لو اقول لك من الطلبات اللي كانت تجيني في الخطبه لما انا والله كنت اعاند، لما شفت موضوع الدين طلع الموضوع لا والله سهل، حقوقي صارت واضحه. إذا طلبتك البنت على شيء وأنت قادر وأعطيها، مثل ما عندك أختك تريد زوجها أن يدلعها أو خطيبها يدلعها، عادي. وكن كريم، أرخي يدك قليلا، أرخي يدك قليلا. ترى زوجتك عرضك، ما أرخي يدك. أعطي باليمنى يأتيك باليسرى. يعني عادي، طلبات من حقها تطلب يا أخي، في حدود قدرتك المادية طبعا. إذا طلبتك شيء أنت قادر عليه فما المشكلة أن لا تلبي هذا الشيء. ما المشكلة أن لا، يعني يطلبون 20 كيلو ذهب وبيت وسيارة وسفرة، وباقي يطلبون مكوك فضائي. الله، أنا مما رأيت ومما أسمع بعض طلباتهم معقولة. تطلب منك مثلا مال لتذهب للليزر للجسد، يعني أنت تريد في ليلة الدخلة تجد زوجتك مثل الغوريلا، هذه تعطيها ليزر تنزع الشعر من جسدها. أين المشكلة مثلا؟ أنت تريد تتزوج بكينغ كونغ، فهمني؟ مثلا اشتريت لها عطور، وأنت من سيشم تلك العطور؟ اشتريت لها ملابس فاخرة مثيرة، وأنت من سيستمتع بتلك الملابس الفاخرة المثيرة؟ يعني في نهاية المطاف أنت من سوف تستمتع بتلك الأشياء. ف...
ونكون واضحين معكم، يعني ترى بعض أنواع الطلبات ما عادي لو تقوم بها، عادي بعض أنواع الطلبات لو تلبيها ليست مشكلة. لا أتحدث معك عن تلك التي تريد سيارة و عرس يحضره 1000 شخص، وتريد ذهب مثل الفرعون توت عنخ آمون، وتريد كذا. وأصلا يجب لا تنتظرها حتى تطلب لك، أنت بادر بتقديم بعض العطاء. أصلا يعني لنكون صريحين، أنت أصلا يجب أن تبادر بتقديم بعض الأشياء، ما يعني على حدود قدراتك. طبعا أنا أقول لك دائما على حدود قدراتك. المرأة التي تجعلك تتحمل شيء فوق قدراتك، ما 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 افتح الباب وأعدها لمنزل زوجها. أي واحدة تحاول جعلك تعيش حياة غير ما تستطيع أن توفره، وتريد أن تخنقك بالديون وغيرها، أقول لك في حدود قدراتك قدم ما تستطيع ولا تبخل. اوف انا كنت مرعوب من المطالبات يا ولد، والله كنت مره خايف. بس اذا طلع الموضوع سهل كذا، لا خلاص انا ما ادري ايش يمنعني. خلاص انا اتوقع اني جاهز يعني، بس يبغى لي اشوف البنت المناسبه. شيء آخر، هذه البنت المناسبة لا توجد. There is no right person for you. عندما تضع في بالك البنت المناسبة وتضع معايير، هل أنت أصلا مناسب لها؟ هل أنت أصلا الرجل المناسب؟ لا يوجد الشخص المناسب، ترى كلنا معيوبين، معيوب مع معيوب نلتقي ونكمل بعضنا. أنت تغطي على عيوبي، أنا أغطي على عيوبك. علينا أن نتقبل أن في الآخر مشاكل، علينا أن نتقبل أن الآخر إنسان غير مثالي، علينا أن نتقبل أن الآخر فيه عيوب مثل ما فينا نحن أيضا عيوب. فيجب أن تكون عندنا ثقافة التنازلات، لا تكون حميدة الستار. والله هذا مفهوم حميدة الستار من أخرى المفاهيم الموجودة حاليا، من أخرى المفاهيم. بعض القواعد المجتمعية غبية. هناك من يتزوج مطلقة، هناك من يتزوج أرملة، هناك من يتزوج ضحية اغتصاب، هناك من يتزوج. أنت سعيد مع ذلك الشخص، توكل على الله. أنت راضي ومقتنع بذلك الشخص، توكل على الله. أما تقول لي حميدة، ما هذه مصطلحات غبية، مصطلحات مراهقين. أقسم بالله أنا مصطلحات مراهقين. ما الزاني المغربي حل عنا، هؤلاء أبطال. لا اسمعني، نحن يجب أن نتعلم شيء، ألا وهو احترام خصوصيات الآخرين. من يريد أن يتزوج الله يجعله يتزوج ب100 خليفة، أنا ما بالي، أنا ما همي فيه وفي من تزوج. فهمتم؟ نحن المشكلة عندنا أننا فاكوف. تريد تلقي نفسك بالغائط، ألقي نفسك بالغائط، يعني أنا ما همي. تريد تتزوج عاهرة، تزوج عاهرة، أنا ما علاقتي أنا بك. ترى يوم يتعلم الإنسان أن يبالي بنفسه ويبالي بشؤونه الخاصة سوف يعيش سعيد، أقسم بالله سوف يعيش سعيد. المشكلة التي صارت عندنا بسبب الدياتة، لأن هناك أزواج ديوتين يصور حياته اليومية مع زوجته وكل شيء. من كثرة ما صار هذا منتشر، صرنا نعتقد أن لنا الحق في أن ندخل إلى غرف نوم الآخرين. صرنا، لأن من كثرة ما الناس فتحت أبواب منازلها وفتحت غرف نومها، صار العادي أن نتحدث عن علاقاتهم الزوجية وغيرها. ليس عادي، ليس عادي.
ليس عادية، كل يهتم بنفسه، كل فعليا يهتم بنفسه. ما نعم صار مفهوم زوجتنا، ما السبب؟ السبب الرجل الديوث. أين رجال زمان يا رجل؟ لا تعرف شيء عن أسرته وعن علاقته بأبنائه لا تعرف فعليا، لا تعرف شيء. وفعليا أصلا كنت تخجل لتسأل هذا النوع من الأسئلة، لكن تغير الزمن وتغير كل بت، نرجع لنفس الموضوع والتكرار يعلم الحمار. ماذا أفعل لك؟ خلاص اللي تتحمل جناني وبعدين بسم الله بنطلق انا خلاص. مع انه مع الحملات حاليا ما ادري اذا عندي فرصه ولا لا، لكن والله دائما ما أقول لكم فهد سال لا يعرف أنه فهد سال. فهد سال لا يعرف أنه فهد سال. صراحة هل تعرفون ما هي المشكلة في أن تكون مشهور مثل فهد سال؟ عموما هل تعرفون ما هي المشكلة في أن تكون مشهور؟ الموضوع صار وبالله طوالي بلوك من فضلكم. أي واحد في الإشراف يعطي والي بلوك. موضوع فتحته أعجبك مرحبا، لم يعجبك لا تكمل. غادر البت لا يقف على أي أحد. أنا أخبرتكم أي واحد ينشر لي السلبية في البت وداع، يومك سعيد. وداع، لا تشتتنا. هل تتفقون مع هذا القانون أم لا؟ وسو قانون عادل، لأن نكون نتكلم في موضوع تأتي أنت تكسر لنا الرسم. يا رجل دعك منهم. لا والله ما يجب أن أفرض بعض القوانين. فقدت هيبتي، صرت لطيف معكم في هذا البث، ففقدت هيبتي. أحس كأنكم ركبتم علي، كأنني حمار وركبتم علي. والله هذا البث ليس ديمقراطي. هذا البث أعيدها وأقولها. المشاهد العادي أنت عبد في هذا البث، مجرد رقم تحفز الداعمين لكي يدعموا. أنا هو السيد، هو المالك في بثي، أنا هو الأمير والإمبراطور في هذه الإمبراطورية الصغيرة. أنت مواطن، الوحيد الذي لديه حقوق في بثي هو الداعم من النبلاء من الحاشية. أنت كمواطن لا رأي لك بالمقطع، لا رأي لك بما أشغل وماذا أشغل وكم أبث. أنت موجود لتحمس الداعمين لكي يدعمونا. أعجبك الأمر شاهد، لم يعجبك الأمر ولي ضبرك. ما من الفائدة أن تشاهدني 500 ويدعموني منها 3؟ والله ما يشاهدني أولئك ال3 فقط. أيوة، ما هذه العلاقة بيننا. أنت تدفع معنا العجلة الاقتصادية. أعجبك الأمر أهلا، لم يعجبك الأمر اذهب شاهد دربحة وشونغ وإلياس المالكي وشاهد بلال وشاهدهم، سيعززون لك ويرفعون من قدرك. وما بالنسبة لي أعجبك الأمر مرحبا، لم يعجبك الأمر ولي ضبرك. كنت أتحدث عن زواج المشاهير، يعني مثل فهد سال. هل المرأة التي ستتزوج لأنها تحبه أم ستتزوج لأنه المشهور فهد سال؟ فهذه هي المشكلة الكبرى. يعني عندما تكون مشهور، هل هذا الشخص تهمه أنت كإنسان أم تهمه الشهرة التي لديك والشخصية على السوشيال ميديا؟ ترى موضوع مهم جدا، والله موضوع مهم جدا. أيوة، أنت لا شيء بدوننا واللي ضبرك، هم يوجد آلاف غيرك. Made in heaven. بابا 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 بابا. Made in heaven. يا التميمي والله يحسدونني، أقسم بالله أنا هو الستريمر الوحيد في العالم الذي متابعوه يحسدونه، يكرهون أن ينزل لي دعم، يكرهون أن تنزل لي أموال. لو بيدهم لا
يا رجل دعني ساكت، دعني ساكت، دعني ساكت، ترى بعض الأشياء تصلني.